السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل بدء بخبرنا لا تنسوا دعم قناتنا بلايك والاشتراك وضغط على الجرس لوصول كل جديد. الشق الأول بزيادة في الشبكة الاستدلالية للمراتب والتي تخص زيادة العمودية في الرقم الاستدلالي الأدنى لكل صنف، والزيادة الأفقية تخص في زيادة الاستدلالية للتدريج. أو الشق الثاني فيخص الزيادة في العلاوات والتعويضات الشهرية وغير الشهرية، على أساس أن هذه العلاوات والتعويضات تحث على أساس الراتب الرئيسي بالنسبة المؤيد تختلف عن قطاع الآخر لا تقل عن 65%، وعليه فإن الزيادة ستتم كل هذه المنحة عند إضافة 50 نقط في الرقم الاستدلالي في الراتب الرئيسي، وزيادة في الدخل التي تبلغ حتى 30 نقط، فإن الزيادة ستكون بمجموع 80 نقط مضروبة في قيمة النقط الاستدلالية 45 دي جي. ومنه إن كانت الزيادة ب 300 ألف دي جي في الراتب الرئيسي مثل فاستضاف لهذا المجموعة زيادة ب65% في الأجور، والتي تمثل قيمة العلاوة والتعويضات المحسوبة بالنسبة المئوية من الراتب الرئيسي.